السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. الحكاية بتبدأ بالأب برينن اللي بيروح يزور الأب هارس اللي بيبلغه إن فيه طفلة شيطانية من نسل كيان شيطاني ما. الطفلة دي اسمها سكينة واتولدت قبل 14 سنة، والأب هارس بيسيبه ويمشي لكنه بيلحقه ويقول له الهروب مش هيمحي ذنوبك. صدقني أنا مستحقش المغفرة، أنا بس عايز الموضوع ينتهي. وهوبا بيقع إزاز وزنبوق حديدي بينزل على نافوخ هارس اللي مش دريان وفاكر نفسه زي الفل، حتى ما حسش بالهوا اللي راشق في المخيخ بتاعه. وفي روما سنة 1971 بنروح على مارجريت اللي رايحة الدير تابع للأسقف لورانس صديقها القديم اللي بيستقبلها بترحاب شديد جدا. بس المظاهرات منتشرة في الوقت ده ضد أي سلطة، حتى سلطة الكنيسة نفسها. ولما بيوصلوا للدير بتستقبلها الأخت سيلفا بترحاب شديد جدا برضه لدرجة إنها بتستغرب. والدير مسؤول عن البنات بس من سن الطفولة لحد سن 18 سنة، ومؤخرا بيرعوا النساء الحوامل. لكن بيلفت نظرها الأخت أنجيليكا وبتترعب من نظراتها، لكن سيلفا بتقول لها والنبي دي عسل وقلبها قلب خصاية، وبتمشي وتسيبها. لكن مارجريت بيجذب انتباهها رسومات للبت كارليتا سكينة، وبتلاقي باب أوضتها مفتوح فبتدخل تمقمقة، وبتلاقي كارليتا قاعدة على الأرض وتقول لها نهارك لذيذ يا أختي. بس البت مش بترد وبتحاول بلغات تانية، لكن ولا الدموع ياب. وفجأة البت بتقرب من الله وبتقفش في وشها وكأنها بولة ايس كريم، وبتدخل سيلفا وتعنفها بالأدب. بس كارليتا بتدي مارجريت رسمة من رسوماتها، ولما بتبص في الرسمة بتلاقيها البنت حواليها أختات مشوهات مثبتينها بشكل ما. وبتروح مارجريت وبتعلق لبسها وبتدعي، لكن فجأة الزي بتحول لأخت شيطانية وبتترعب مارجريت. بس بتدخل عليها اللوزة صديقتها في السكن اللي كمان هتنضم للدير علشان تكون راهبة، لكنها مطرقعة شوية وعايزة تستمتع بحياتها قبل ما تبقى راهبة. وبتبدأ مارجريت تندمج في العمل في الدير، بس دايما بيجذب انتباهها طباع كارليتا الغريبة. بس في مرة بتشوف من عقب باب الأختات وهم رابطين كارليتا في سريرها وهي مش فاهمة في ايه، بس بيشوفوها ويرزعوا الباب في وشها. وبتظهر أنجيليكا وتضحك، لكن وكأن حاجة مسيطرة عليها، وبتقنعها لوزا انها تفك شوية قبل ما تبقى راهبة وتحبس نفسها. وبيخرجوا لمالها ليلي وبيتعرفوا على 2 هناك منهم بابلو، وبترقص مارجريت مع بابلو، لكن دماغها بتونون جامد وتفوق على عنكبوتة ومش فاكرة ايوتها حاجة. بس صاحبتها بتطمنها ان ما حصلش حاجة ما تقلقيش، بس كان صعب ابعدك عنه. وبتفكر مارجريت هو انا نيلت ايه؟ بس ما تقلقيش ده سر بيننا. وبتحاول مارجريت تطلب المغفرة من الرب، بس كان برينن بيراقبها وهو بيروح لها عشان يكلمها ويقول لها انا عارف عنك كل حاجة وعن دار الايتام، المسألة ليها علاقة بسكينة، وبيحذرها من الشر اللي هيحصل، لكنها بتخاف وتحاول تهرب لكنه بيوقفها وبيقول لها قابليني في الدير ده الليلة. اثناء ما هي في الدير بتشوف واحدة بتولد طبيعي، بس بتكتشف انها بتولد ايد شيطانية مرعبة وبتفقد الوعي. وبيطمنها الاسقف ما تقلقيش ده شيء عادي، الولادة صعبة جدا. بس اثناء ما هي في حوش الدير بتشوف الكل مستمتع وجاست تشيلين كده، وبتشوف انجيليكا جنب كارليتا وبتوريها الرسمة غريبة قوي، فبتقول لها مش عيب الرسمة دي يا اختي؟ فبتنتشها منها وتسيب المكان وتقوم وتقف على مبنى عالي وكل البنات بتبرك على الارض، وبتقول لها انا فداكي. بتولع في نفسها وتقفز مشنوقة وسط صدمة الجميع وصريخهم. وبعد اللي حصل بتقرر مارجريت تروح لبرينن عشان تفهم ايه اللي بيحصل، وبيعرف منها ان في راهبة انتحرت، فبيوريها صورة سكينة مع رهبان الدير. بس بتقول له دول رجال دين، بس هو بيفهمها ان في طائفتين دلوقتي في الكنيسة، طائفة بتتبع الدين وطائفة تانية شايفة ان الفساد استشرف البلاد ومفيش طريقة يرجع بيها الناس للدين الا الخوف. فقرروا يجمعوا نساء متطوعات عشان يتجوزوا بكيانات شيطانية عشان يتولد المسيح الدجال وينتشر الرعب والخوف في الأرض، بالتالي الناس ترجع للدين. بس ايه علاقة ده بكارليتا؟ انا حاسس ان البت اللي في الصورة دي هتكون هي بس هي مش مصدقة ده، وبيقول لها دوري في الملفات وانا هكون صح لو هي مولودة في شهر 6 يوم 6 الساعة 6 الفجر. علامة الشيطان لازم تكون في جسمها 3 ستات، وبيقول لها بوس ايدك هاتي الملفات دي. بس هي مش مصدقة ده اصلا، وبيقول لها
لها بوس ايديكي مفيش وقت، خلاص 6 يونيو قرب والولد هيتولد، لازم الطفل ده يموت. واثناء رحله للبنات بتكتشف ان كارليتا قاعده لوحدها بس انجيليكا قاعده جنبها، وهوبا بتدخل سيلفا عليهم لان في اعمال شغب ولازم يمشوا حالا، ويحاولوا يخرجوا وسط الفوضى، لكن فجاه بتلاقي نفسها لوحدها وسط تدافع كل اللي موجودين لحد ما بيحصل لها مس شيطاني مرعب وكأنه بيستحوذ عليها بشكل كامل. واثناء ما هي مروحه بتشوف باولو وبتوقف العربيه بسرعه عشان تروح له وتنادي عليه، لكنه بيقول لها سامحيني ما كنتش اعرف. الله مالك يا واد، ابعدي عني، دوري على العلامه. وهوب عربيه بتنتشه وتمسمره في الحيط وبتجري عليه. باولو باولو بيقول لها ساعديني انا اتلزقت وبتحاول تنقذه، لكن النص الفوقاني بيطلع في ايديها ويموت موتة بشعة. ومع كل اللي بيحصل معاها بتحاول تقرب وتدعي، واخيرا بتتحضر صاحبتها لوزة عشان تبقى راهبة بشكل دائم، لكن مارجريت بتسيبهم مشغولين بالمراسم وتروح تدور في مكتب سيلفا، وبتلاقي غرفة سرية ورا الحيطة بتنزل فيها وتلاقي ملفات ل 14 بنت اسمهم سكينة، منهم الطفلة رقم 14 كارليتا، وبتاخد كل الملفات وتطلع تجري يابا من غير حتى ما تخفيها كويس، وبتجري على كارليتا وتاخدها معاها. بس الاختات بيلاحظوا ملفات في ايديها وبتجري مارجريت بكارليتا لأوضة وتقفل عليهم الباب وتقول لها ما تقلقيش يا حبيبتي انا هحميكي، وبتخبي الملفات في السرير، لكنهم بيكسروا الباب وبتحاول تبعدهم بالمله. بس صدق اللي قال الكترة تغلب الشجاعة، وبتلمح مارجريت علامة في سقف حلق كارليتا وبتحاول تستنجد براهب وتقول له ساعدني، لكنه مش فاهم ايه اللي بيحصل اصلا، وبيجرجروها ويرموها في اوضه الفيران. وبعد ترفيس كتير بتيأس وتتبط في مكانها، وبتبدأ الاصوات والرؤى تطاردها والرسومات اللي كانت بترسمها كارليتا في الاوضه دي لحد ما خلاص اتجننت، وبتشوف روح انجيليكا المحروقه يابا. بس بيدخل عليها الاب جابريال ويساعدها ويقول لها ما تقلقيش الملفات معايا والبضاعه كمان معايا، وبيطلع بيها على الاب برين لان هو سبق وحاول يتواصل معاه، ولما بيشوف برين الملفات بيدرك ان كل محاولاتهم باءت بالفشل، لان كل اللي بيتولد اناث بس وهم محتاجين ذكر، حتى الناس اللي اتولدوا مشوهين وكلهم ماتوا ما عدا 2 بس، كارليتا وواحده تانية. وبيكتشفوا ان الملف اللي من غير صورته كانت مع برين اساسا صورة طفلة العلامة فيها على جلد راسها الطفلة سكينة. وهنا بتفتكر مارجريت كلام باولو قبل ما يموت اللي قال لها دوري على العلامة لانها نبت شيطاني وابوها هو الكيان او الحيوان الشيطاني. واخيرا بتفتكر اللي حصل فيها انها بالفعل اتحطت على المسبح وربطوها وكمموها واتجوزت الكيان الشيطاني الغامض، وهي دلوقتي حامل في طفله. وبتنهار مارجريت بعد ما فهمت اللي حصل، وبيشوف برين العلامة في فروة راسها، وبتقرر مارجريت انها تتخلص من الطفل حالا بالا، وبياخدها برين ويروح على دكتور وهو يعرفه علشان يسقطها، لكن فجأة بتتعب وترجع وهوبا عربية بتخبط فيهم وكلهم بيفقدوا الوعي، لكن مارجريت لسه حية وبتكتشف انها حامل فعلا. ورغم الوقت القصير بطنها بتكبر بسرعة كبيرة وخلاص على وشك الولادة، وبيوصل الاسقف لورنس ومعاه مجموعة من رجالته وبياخدوها ويولدوها، بيكون حامل في توأم ولد وبنت، بس هما مهتمين بس بالولد. وبتطلب مارجريت تشيل ابنها، حقك يا بنتي، وبيديها الاسقف الواد لكنها بترزع له ورده في رقبته وبتقفش في الواد وخلاص هتقتله، لكنها بتتردد، وده بيدي لوزا الفرصه انها تغزها، وبياخدوا الواد منها ويولعوا في المكان كله. لكن كارليتا بتكون مستخبيه وبتسمع مارجريت صوت عياط بنتها، بالتالي ده بيديها الاراده انها تقوم وتعافر عشان تنقذها، وبتدخل كارليتا وتنقذهم وسط ما الحيوان او الكيان الشيطاني بيولع قدامه. وبياخدوا الواد ويبدلوه بابن سفير الولايات المتحده في روما علشان يكون للواد سلطه عاليه وعيله ليها اصل وفصل. وبتعيش كارليتا مع مارجريت ومعاها بنتها، لكن بيظهر الاب برين ويحذرهم انهم خلاص عرفوا انها عايشه هي وبنتها وهما مش هيسمحوا بده وهيجوا فعلا عشان يقتلوه. وبينتهي الفيلم. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، وادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده فيديو خلص، اشوفكم الفيديو جاي. السلام عليكم.